ايه الشاي ده؟ بتعملوا ايه؟ يا رجل باشا رئيس المباحث عاوزك يا باشا. طيب روح انت. ماشي. في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش حاجه، هجيب رئيس مباحث واجي لك على طول، اوعى تمشي. طب ما امشي انا؟ لا خليك استنى. حاضر يا فندم. حاضر مع الباشا. تأمرني مع ديك يا فندم. اتفضل اتفضل. اهلا يا سيف. امرنا يا فندم. سيف، المهمة تحدد تنفيذها الليلة. تحت امرك يا فندم. السرية عنصر رئيسي في شغلنا. ما تقلقش ان شاء الله خير. موفق ان شاء الله. اوامر تانية يا فندم. الله يحفظك، توكل على الله. في ايه يا عم الظابط؟ ادهم انت تمشي دلوقتي، عندي مهمه خطره ولازم اطلعها دلوقتي. يلا اشوفك بعدين. تخضتني فيها يا سيف. ان شاء الله هنتكلم بعدين. اتكل على الله. السلام. ادهم اشوف وشك بخير. خد بالك نفسك يا سيف. سلام. على الجبل يا كبير. الحكومة طلعت جبل يا كبير. يلا يا رجاله روحوا امنوا الباب الغربي. وانت يا طيب خد معاك رجاله وروح على الباب الشرقي. وانت مش هتجي معانا؟ انا لا يمكن اهملك لحالك. روح يا طيب مالكاش دعوه بيا. اسمع يا طيب، اي راجل مننا يوقع في يد الحكومه تخلص عليه. اوامرك يا كبير. على وين يا عثمان؟ خلاص يا كبير اتطربقت، انا رايح نسلم نفسي. ايه؟ تسلم نفسك؟ انا مش مصدق اللي بسمعه. انت يا عثمان؟ وانت كمان لازم تسلم نفسك، كل اول وله اخر، الحكايه خلصت خلاص مفيش فايده. عثمان مش هتخرج من هنا غير على ظهرك. تهون عليك يا كبير، تهون عليك العشرة والسنين اللي عشناها سوا. ما احنا هنعيشوا سوا يا نموتوا سوا. انا خارج يا كبير، خارج، وخابر ان يدك عمرها ما هتطوعك تدوس على الزنات. سلم نفسك يا سليمان، الجبل كله محاصر ومفيش فايدة. وقف عندك، اديني وشك. دي حق ابويا الغريب، ودي حق الحكومة، ودي حق البلد كلها. ضمن اسعاف بسرعة. اسم عايزه تروحي لسيف الاسم. عندك حل تاني؟ عايزه تروحي لواحد ظابط في شغله وتقولي له انت ابني ولا لا؟ عندك حل تاني؟ والله يا نهله انت صعبان عليا، بس انا تحت امرك لو عايزه تروحي. انا اسفه يا شريف، ما تزعلش مني، بس ارجوك انا عايزك تحس بالنار اللي في قلبي. حاسس يا ماما حاسس،
حاسس ونفسي نفوق بقى من الكابوس اللي احنا فيه ده ونرجع كلنا على مصر. تحبي تروحي امتى؟ دلوقتي يا شريف لو امكن. يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اي خدمه؟ يا ترى الظابط سيف موجود في مكتبه جوه؟ ربنا يشفيه، اذا كان في مهمه وصاب ونقلوه المستشفى. مستشفى ايه؟ ما خبرش، اساله جوا هيدلكم على كل حاجه. شريف واضح ان حالته خطيره قوي. اهدي يا حبيبتي، اهدي وخشي اطمني عليه. ما بيردش عليا. يا حبيبتي معلش، يمكن واخد مهدد قوي ولا حاجه. نهله يلا نمشي من هنا. امشي من غير ما اعرف الحقيقه؟ يا حبيبتي مش هينفع، لو اهله جم وشافونا هنا هيبقى شكلنا وحش. يلا يا ماما. ربنا يشفيك يا رب. طب اقعد شويه لغايه ما اطمن عليه. يا حبيبتي مش هينفع، وبعدين حتى لو فاق حالته اللي هو فيها دي مش هيخليه يجاوبك على اي حاجه. يلا يا حبيبتي، يلا يا ماما. ايه يا احمد؟ وقفت ليه؟ لا يا ابوي مفيش. اتفضل اتفضل يا ابوي. يا حبيبي يا ولد. وبعدها هانك يا تهاني، قدر ولطف، ولدك بخير قدامك اهو. امال ما بيردش عليا ليه؟ مش متعور يا تهاني، متعور وعامل عمليه. بعدين هم ما دام طلعوه من الرعايه المركزه يبقى حالته الحمد لله مستقره. الدكتور قال كده. انا مش هطمن غير لما يفوق ويتحدث معايا. اعذرني يا عمي، قلبي جاي يتنار عليه، اعذرني. سيف ماله يا ابوي؟ وبعدين يا ادهم اطمن يا ولدي اطمن. اجمد امال يا ادهم، تبكي ولا ايه؟ جرى ايه يا احمد؟ ولدك قلبه خفيف ليه امال؟ سامحني يا جدي، انا مش خارج جيت هنا كيف. اطمن يا ولدي، احنا قابلنا الدكتور وقال كلها يوم ولا اتنين وهيخرج معانا على الدار. ربنا يا ولدي ما يحرمكم من بعض. بالاذن دقيقه يا ابوي. اتفضل يا احمد.